السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات اليوم منين. اليوم ان شاء الله غنديرو الشوربة ديال الدجاج بالخضر، شي حاجة خفيفة وسهلة في التوجد. بقاو معايا ومع المقادير. بالنسبة للشوربة: بصل، صدر دجاج مسلوق مفكوك، معلقة كبيرة دقيق، معلقة كبيرة زبدة، جزر مبشور، ثوم، ملح وإبزار. إذا في الطنجرة غناخد الزبدة نوضعها تذوب. انا هنا غنضيف لها واحد قليل من زيت الزيتون اختياري. من بعد غنضيف البصل، نخليها تشحر واحد شويه، ماشي تغير اللون ديالها، انما غير تهبى طيح شي شويه. هنا من بعد ما طاحت ليا البصله شي شويه كما كتلاحظوا، غنضيف ديك الملعقه الكبيره ديال الدقيق. غنحرك مزيان، تنخلطها مع البصله مزيان. في هذا الاثناء انا داك الدجاج اللي سلقت خليت الماء ديال السليق، هو باش غنرويو. اللي ما عندوش مثلا هذاك الماء وكان عنده مثلا دجاج سبق ليه وكان سلقو، اولا بيدير دجاج طري نيشان، يمكن ليه يدير دجاج طري ويدير الماء عادي. انا غير هنا الماء كان عندي متوفر باش سلقت الدجاج. يعني الدجاج اختياري، اما نسلقوه اولا نديروه ديكس هكاك طري بحال بحال. ولا سلقناه ما تاخدش الوقت نهائيا، راه ما كايناش 5 دقائق فهاد الشيء، كتشحر صافي تتيوجد 5 حتى 10 دقائق ماكسيموم. وكنرويوه هنا على حساب عدد الافراد ونخليوه يجيب الغليه مزيان. ومن بعد غنضيف هذاك الجزر اللي مبشور والدجاج اللي سبق لي وسلقه ومفرتته، وغنضيف الملح حسب الذوق، وكذلك واحد شويه ديال الابزار. انا من بعد ما نضيف جميع العناصر، مجرد ما يغلي غنضيف واحد نص كاس ديال الحليب العادي، اولا اللي عنده لا كريم فريش ديال الطياب يمكن له يضيفها.
فوالا سوب ديالنا واجدو. في الاخير تنبيو نقدموها، كنضيفوا لها واحد شويش ديال القزبور ديال الربيع، قزبوره ولا معدنوس بحال بحال. انا كاضافه ضفت واحد القطعه ديال الجبن فرomage باش نقوي نعزز المذاق ديال الشوربه. يعني اللي دار لا كريم ما يحتاجش يدير الفرomage، درت غير في قطعه واحده فقط لا غير وصافي. وها هي الشوربه ديالنا، يا سلام عليها، صدقوني كتجي بنينه وزوينه مغايره. نوعو شويه، نديرو شي حاجه اللي هي خفيفه. الشوربه ديالنا هي هذه، كتجي يا سلام عليها، خفيفه، شي حاجه مغايره، بالصحه والراحه. ومع السلامه في وصفه اخرى من وصفات